هيدا المنديل. لا الفيديو صوري فيديو. ثم رسمين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فإني توكلت على الله وزوجت موكلتي ابنتي الآنسة البكر إلى موكلك لنفسه زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا، والحاضرون يشهدون بذلك، والله خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فإني توكلت على الله وقبلت منك زواج ابنتك الآنسة البكر إلى موكلي ابني بنفسه زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا، والحاضرون يشهدون بذلك، والله خير الشاهدين. نقول جميعا بارك الله فيهما، بارك الله فيهما. رسول الله. الجمع الكريم المبارك يسعدني كل السعادة ويشرفني كل الشرف أن أكون بينكم ومعكم مشاركا في هذا العقد الطيب المبارك لابن عزيز علينا جميعا. أدعو الله سبحانه وتعالى لهما بالسعادة والهناء والخير والبركة وخير استهلال لهذا العقد الطيب المبارك في هذا اليوم المبارك، أن نرفع جميعا إلى الله أكف الضراعة إني داع فأمنوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك للعروسين، اللهم اجمع بينهما على خير، اللهم اجعل منهما الذرية الصالحة، اللهم اجعل بينهما المودة والرحمة، اللهم اجعل في حياتهما الخير والبركة، اللهم اجعل في بيتهما السعادة والهناء والسرور، اللهم أدم العشرة بينهما على كتاب الله وسنة رسوله، اللهم أكرم بناتنا جميعا بشباب صالحين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فاستجب دعاءنا يا ربنا، استجب دعاءنا يا ربنا، استجب دعاءنا يا ربنا في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة وهذه المناسبة السعيدة المباركة إن شاء الله، ببركة القرآن وسر الفاتحة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نصيحتي إلى العروسين أقدمها لهما. صحيح معي صح سوري. لا والله كذا واحدة بقول لك على كذا حاجة. أنا كنت بغفل هنا يلا غفلتها مع يلا تمام. تيجي تحت بقى تعمل لك ايه تاني؟ يلا بص ايوه حلوه دي، حلوه قوي، برافو. حلوة حلو. بصي صوري من فوق شويه يعني بصي. وبكده الحمد لله كتبنا الكتاب عقبال عندكم يا رب. متنسوش بقى حبايبي الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله، وتبقوا معانا في الفرح باذن الله. وهنا بقى بندور على الفساتين اللي احنا هنحجزها عشان الفرح. تعالوا بقى اتفرجوا معانا على الفساتين.
احنا كتبنا كتب الكتاب يا جماعة كان يوم 9/12، والنهاردة بقى 11/12. فربنا يستر بقى، والفساتين اللي تعجبنا ما نلاقيهاش محجوزة عشان الفرح يوم 25 اللي جاي. طبعا يا بنات عقبال عندكم، لو حد عجبه فستان او اي حاجة وعايز ياخد العنوان يكتب لي تحت في الكومنتات، وانا هقول له احنا روحنا فين والاسعار بكام، وهتشوف طبعا كل الفساتين دي واحنا لابسينها ان شاء الله. هنا بقى في الفساتين ديت انا كنت بدور لنفسي يعني، لكن طبعا بناتي كان ليهم موديلات في دماغهم، فقعدنا بقى ندور ولسه هندور تاني لحد ما نلاقي ان شاء الله. وكل حاجة هجيبها او هنتفق عليها ان شاء الله هوريها لكم. بصوا الفساتين كانت تحفة والاسعار جميلة جدا يعني مش غالية. في ليكي فستان. الفستان الذهبي ده يا بنات في اللبس روعة تحفة جدا. حضرت بيه فرحين بنت حضرتك انت وريتيني الصوره لما تحلفي وحياه بنتك وحياه. قلت لك ابين وشك. ماشي. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم في الفستان اللي انا قسته دوت، واذا كان اللون مناسب ولا لا. بس انا شوفي دول
ده؟ لا كويسين. ده اسمه حجابين. طب خشي شوفي اكيد فيه. حاجبين واقع قوي ده. يكون ابيض تسمعي يعني ممكن حاجه كده. لا ده اوفر كتير كده، عايزين حاجه سيمبل. على ستان تريم كان مناسب. يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. الجمعه الجايه لسه جاي امبارح. حرام عليك يا ولد. كان معلش معلش انت اللي غاويه تفصيل. لو لا حلوين 75. هو بقى يبقى اغلى. اه اسأليهم ممكن يكونوا فيه. ليه؟ اشيل البوب. اه انت البوب. بالظبط الازرق جميل. الازرق لا ده الازرق ده جميل قوي، بس حاجه تثبت قبل حنين. هي هتجيبه؟ هتاخده من راجل بس بالي في حاجات حلوه جوه. بس طب بص لو جابت ده هجيبها. ايوه عادي بقى. هو روعه قوي روعه. بس هيوفقك يبس على تعالوا نشوف جوه. تعالي